كنت عايز اقول لكم نصيحة يعني ويا ريت تعملوا بيها. يعني في لنا صاحب اسمه ابو سعيد. ابو سعيد ده لما خرج معاش فقعد في البيت. ده طبيعي انه يعني هيلاقي وقت كبير او كتير يقعد بيه في البيت. لما قعد في البيت طبعا في مشاكل كتير بينه وبين الاولاد، لما يقول لي دي اطفي النور، ولا دي خلي بالك من التكييف والحنفية والبتاع، ومش عايز صوت عالي واشياء من هذا القبيل. ففي البيت تخيلوا ان ابو سعيد دوت عامل لهم المشاكل دي. ويعني كان يوم اغبر لما طلع من المعاش طلع على المعاش وفضل قاعد معانا في البيت بالوصف اللي حضراتكم متخيلينه. لما واحد يطلع على المعاش ويقعد في البيت ما بيعملش شغلانه ولا مشغله. فكل شويه هيعمل ايه؟ يطلع يتمشى شويه، يروح مول، يروح يعني يغير جو وكده. ففي مره من المرات صادف واحدة زميلة له كانت اتعينت قبله في الشغل يعني بعده يعني، وهي أصغر منه بسنين. فلما قابلها عاملة إيه وأخبارك إيه وكلام من هذا القبيل، فقالت له والله أنا اتجوزت وكنت متجوزة واتطلقت لأن ما حصلش نصيب وكده، وعايشة لوحدي وحاجات من دي. فأبو سعيد ما كد طب يعني فحكى لها على ظروف، فقالت له طب ما يلا نتجوز. الراجل ما كدبش خبر واتجوز في هذه الليلة على سنة الله ورسوله. لما رجع الصبح البيت مراته قاعده مش في بالها، بتكلم اختها ايا كان المحادثه. فهي يا راجل كنت فين وعملت ايه؟ قال لها بس كنت انا اشتغلت. قالت له اشتغلت ايه؟ خير ان شاء الله. قال لها اشتغلت حارس امن في مكان. قالت له والله فرصه كويسه، ده كويس ان انت تلاقي حاجه وتردد علينا وتعمل لنا دخل. والحاجه التانيه ان انت تشغل بالك بحاجه. افطرت، فعملت له الفطار. وكل يوم عمك ابو سعيد بيعمل ايه؟ بيجي من الشغل الصبح، الشغل اللي هو الشغلانه الجديده اللي انتوا عارفينها يعني، اللي هو الزيجه الجديده والموضوع الجديد. هو بيجي الصبح يلاقي الست هانم مجهزه له الفطار. شكلك تعبان طول الليل سهران يا ابو سعيد، ادخل ريح لك شويه وابقى اصحيك على الغدا. يصحى على الغدا، بعد ما يتغدى تقول له يا ابو سعيد جهز نفسك بقى عشان تروح شغلك الجديد. وبالتالي عمك ابو سعيد في الظروف دي حل كل مشاكله الشخصيه والاسريه، وكمان يعني على اولاده. وكانت التجربه دي من التجارب اللي بيقولوا عليها تجارب نجاحها. فيا ريت خلي بالك ما تعملش زي ابو سعيد. يمكن ابو سعيد ده من الشخصيات الفكاهيه او التي بيحكى بيها ويتندر بيها، لكن من تدعوه الظروف انه يعمل زي ابو سعيد خلي بالك المطبخ فيه سكاكين.